لما نتأمل في قصة قارون اللي كان من قوم سيدنا موسى، وكان غني وثري جدا وخرج على قومه في زينته، أول ما شافوه الناس اللي بتحب الحياة وبتحب الدنيا، كان عنده كنوز كتيرة جدا. بالمناسبة كان عنده كنوز كتيرة جدا، ربنا عز وجل يوصف لنا الكنوز: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. كنوز، مفاتح الكنوز نفسها ما يقدروش يشيلوها مجموعة من كتر ما هي قد إيه تقيلة، مش الكنوز، مفاتيح الكنوز. لما خرج على قومه في زينته، ربنا عز وجل يحكي لنا القصة ويقول لنا إيه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أول ما شافوه قالوا ده حظه عظيم، يا ريت احنا زيه. ولما ربنا عز وجل خسف بيه وبداره الأرض، أول ما حصل ده أدركوا إن هم تمنوا أشياء زائلة، وتمنوا أشياء في ظاهرها خير، ولكن هي تحمل في طياتها الشر العظيم. ربنا عز وجل يوصف لنا موقف الناس اللي كانوا الأول بيتمنوا وبيقولوا إن هو ذو حظ عظيم. يقولوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا إنه لا يفلح الكافرين. هم قدروا وعرفوا جدا إن اللي كانوا بيتمنوه بالأمس كان مجرد زينة ظاهرية، وربنا عز وجل في النهاية خسف بيه الأرض. كم مرة إحنا حصل معانا ده؟ كم مرة تمنينا أشياء في ظاهرها رهيبة، لأن إحنا مش بننظر إلى عمق الأشياء ولا نعلم الغيب. كم مرة تألمنا وروحنا تألمت لأشياء نظن فيها الخير، وبعد فترة طويلة نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ما منعها إلا لخير، إن الأشياء دي بس مجرد زينة ظاهرية، وبعد شوية تعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى من المنع. سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول لنا إيه بقى؟ ويكون في المنع عين العطاء. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يمنع عننا أشياء، وفي المنع ده قمة العطاء، ولكن بنحتاج للصبر. علشان كده احنا لما نحتار في اختيار معين نستخير، نسأل ربنا أنهي أفضل ليا. لو أنا بحكم بظاهر الأشياء ربما أنخدع، لكن الله عز وجل هو اللي يعلم البواطن، ومدام أنا بثق في وعد الله سبحانه وتعالى يبقى الرضا والتسليم لما قدر الله وشاء.